السلام عليكم، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. يوم جديد وفيديو جديد من روتيناتنا اليومية اللي إن شاء الله تستفادون من عندها وتحبونها. نبدي فيديونا. بسم الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبايب قلبي، أبلش وياكم بروتين يومنا الاعتيادي وعيشكم وياي اليوم. طبعا بلشت بالبداية بالصبح، فرغت الثلاجة ومسحتها أول مرة. كل اللي بيها والرفوف اللي بيها نزلتها، وبعدها خلطة شوية من الزاهي وشوية من القاصر ينطيني رغوة، مو كلش هواية. وبديت بسفنجة ناعمة أغسلها من الداخل. هذه الحواف اللي تكون صعبة، ونكون هم منتبهين بنات بالسفنجة الناعمة، يعني أريح وأضمن للثلاجة. طبعا بعد ما مسحتها تركتها، وهنا عندي نحضر وياكم الريوق. عندي مسواق، بما أنه يومي وشارككم يومي، إن شاء الله تستفادون وتستمتعون وياي. شوفوا، أتركها وبابها مفتوح حتى تنشف عندي. بعد ما غسلتها، بعد الغسل أخذت وصلت مسح بيها مي، يعني منقعتها مي ومسحتها من الداخل وتركتها تنشف. وأتركها طبعا تنشف، فاتح الثلاجة ومطفية، حتى يطلع ريحة ما تبقى العفو ريحة قاصر وريحة بيها من ريحة التنظيف. الخلطة اللي سويناها هنا عندنا الريوق، وسهمنا وسهمكم العافية، وكاهي، وأكو أطيب من كاهي العراقي. الطعام غير شكل ويا الريوق لما يكون أكو كاهي عراقي. وهنا عندي الشيرة هي حارة أضيفها على الكاهي. سهمنا وسهمكم العافية. شوفوا ما شاء الله شكله. تحضيرات الريوق الحمد لله خير ونعمة، وفضل من رب العالمين. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. الحمد لله على أكبر النعم وأبسطها، والفضل من رب العالمين نعمة. شوفوا، النعمة والشكر دائما بيومنا، وفضل هذا كله راح يعود لنا وبيومنا، وتوفيق وتيسير اليومنا. أول مرة نرضى بالمقسوم، وبعدها نحمد الله على اللي قسم لنا إياه ورضينا به. الحمد لله. كل هذا راح يعود لنا بيومنا وتوفيقنا بيومنا، وراح تشوفون يا بنات شلون أيامكم تكون خفيفة وسهلة ومتيسرة. أول مرة نرضى وبعدها نتوكل على رب العالمين، والحمد لله واقعنا نرضى به مثل ما هو، ما نحاول انه نزيفه ونضحك على انفسنا بغير واقع، لا نرضى بواقعنا. حتى من نرضى نفسيتنا ما تتعب، تكون نفسيتنا مرتاحة بشغلنا بيومنا، نتقن شغلتنا من نكون احنا حابينها ونفسيتنا مرتاحة ومتقبلتها. ما نكون ما حابين شغلنا وما حابين انه نكمل بهذه، شلون نقول، مراضين او ما مقتنعين. لازم تكون عندنا قناعة من الداخل، نقتنع من الداخل ونرضى من الداخل بالمقسوم لنا، واللي احنا نعيشه، اللي احنا عايشينه نرضى بيه ونرضى بالمتوفر لنا، والحمد لله على كل حال. صدقوا يا بنات، رب العالمين ينطي كل واحد حقه، وكل ابنية منكم أو شاب أو أي أحد متمني شغلة تصير له أو حاجة منتظرها وما صارت، اعرفوا أو تأكدوا أنه هذا كله خير من رب العالمين. يعني يجوز هذه بها مضرة لكم، ورب العالمين شلون نقول يا حبايب بعدها أنكم ما قربها عليكم، لأن بيها مضرة لكم وراح تأذيكم بالمستقبل. فنقنع ونرضى بالمقسوم بالمكتوب إنه، والحمد لله على كل حال وعلى كل شيء يجينا من رب العالمين لازم نرضى به. ليش؟ لأن رب الخير ما يجيب إلا الخير.
كونوا مقتنعين يا حبايب قلبي انه الحمد لله والشكر انه على حالنا هذا. حالنا هذا يكون احسن من هواية ناس وهواية عالم حالهم يكون اصعب من حالنا. الحمد لله خير ونعمة، ونرضى بقسمتنا والمكتوب لنا، هذا فضل وخير من رب العالمين. طبعا حكيت كلش هواية، بس حبيت افضفض وياكم ونحكي بهذا الموضوع. شوفوا حبايب قلبي هنا طبعا بعد ما شفتوني رتبت وياكم الثلاجة ترتيب بسيط وروتين بسيط، وكملت وياكم الغداء، بعدها نظفت وياكم الطباخ. هذه كلها سويناها واحنا نحكي، ما يخالف اعذروني اخذنا الحكي. شوفوا عندي هنا الصوف، طبعا هذه ورث موجود عندنا وبكل بيت. عندي هذه المخاد، اكو اللي قطن، هذا نسميه قطن او صوف، ما اعرف اكو شو يسمونه. هذا القطن او صوف، العفو هذا صوف. هذا الصوف غير نوعية، تشوفون هذا شكله، هذا صوف. ذاك الصوف ما اعرف شو يسموه، يعني سوري ما ادري شو تقولوا له، هواية اسماء. واكو على شكل قطن، يعني هو هذا مخاد موجودة بالبيت، يعني زايدة عندنا، فقلت اطلعها واغسلها غسلة زينة ديتول، وانطيها فركة كل زينة، بعدها اشرها على الشمس. وتعرفون اجواءنا الحارة، تشوفون هذا يختلف، يعني هذا تقريبا القطن. شوفوا هنا شوية مي زاهي وديتول. اللي ما يحب ريحة الديتول يضيفه، بس يحب ريحة الديتول داخل الفراش، الملابس، كلش احبها بالبيت. حتى شفتوني بخلطة المسح الارضية دا اضيف لها ديتول. شوفوا وابدي اضيف الصوف. عندي هنا هذا الصوف مثل ما قلت لكم، اغسله شوية من الزاهي، وقلت لكم ضفت شوية من الديتول وراح اغسله. بعدها ارجعه بالوجه وادخله داخل الغسالة انشفه، بس مجرد على النشاف، يعني بعد ما غسلته على النشاف، وبعدها اعرضه للشمس يوم كامل. يلا ارجعه للوجه مالته مثل ما تشوفون. شوفوا ابدي اغسل مثل ما تشوفون، غسل سريع، يعني مو كلش هواية، اللي راح اعرضه على الشمس نظيف هو، بس حتى ريحة الديتول ابقى منقعة شوية بهذا المي، حتى ريحة الديتول تتشرب او ينغسل كل زين. تشوفون حتى لونه تغير. وهنا يا بنات اشوفكم هذه المخدة، طبعا انواع عندنا من المخاد. فهذه الطبية اللي للمنام هنا، خلي افتحها واشوفكم. هذه نوعيتها تكون هذا شكلها، داخلها قطن. طبعا هذه ما احتاج انه اطلعها افتحها، طبعا اشتريتها من سنوات هواية. وهذا مالتها قطن يصير، مجرد انه اخذها تشوفون لونها مو كلش ابيض، هذا اللون مالتها كريمي. مجرد انه اطلعها تشوفون راح اطلعها من المخدة من الوجه مالتها، وقبلها للغسالة، وبعدها اعرضها للشمس. من اعرضها للشمس راح ترجع تنتفش وترتفع، يعني ترجع مثل ما كانت، مثل ما اخذتها من او مثل ما اشتريتها. هذه الحلو بها هذه المخدة الطبية. طبعا اتذكر سعرها الوحدة 6000، هاي قديم ما اعرف. تشوفون هذه الصوف عرضته للشمس مثل ما قلت لكم، اغسل وادخل النشاف، يعني هسه ماكو مي، مجرد انه رطوبة، بس اعرضه للشمس. راح اتركه الثاني يوم وارجع اشوفكم بعد ما تركته ثاني يوم حتى ينشف. صارت ريحته كلش طيبة. طبعا هذا الصوف السوري ما ادري شو يسموه هذا الصوف، وهذا يختلف، يعني قلت لكم هذا ورث من قديم، فقلت ليش اذبهن الصوف.
انظفه كل الزين واتركه واعبيه. هذه كم تقريبا 10 او اقل على جهة للخطار. احنا هذه عاداتنا، يعني المخدة مفروض تكون بالبيت. شوفوا عندي هذا الصوف بعد ما احنا نسميه طرق او نفش، شو تسمونه. بهالطريقة صار عندي كامل. بعد ما قلت لكم يبس، راح ادخله للوجه مالته واضيف له من هذه الحبيبات. هذه الحبيبات تنطي ريحة كلش حلوة. طبعا ذاك يختلف، هذا الصوف شوفوا هذا شكله. هذا طبعا ثاني يوم بعد ما نشفى. شوفوا اشوفكم هذه دخلتها وخيطتها، وهذه الثانية تشوفون اضيف داخلها، يعني اسوي طبقات، كل طبقة اضيف من هذا الحبيبات المعطرة خلينا نقول، واضيفها داخلها تشوفون، ومكمل وياكم. طبعا راح اشوفكم بعد ما اخيطهم كلهم بغير فيديو طبعا، وابدل الوجوه مالتهم، واشارككم ان شاء الله بتفاصيل الجاية. بس لا تنسونا تدعمون بلايك واشتراك، وتفعلون الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد. وممنونة منكم كلش هواية. أشكركم على محبتكم حبايب قلبي. أترككم في حفظ الرحمن، وأشوفكم فيديو جاي إن شاء الله. مع ألف سلامة.